السلام عليكم. النهاردة يا ولاد عايزة أقول لكم على حكاية، ومن خلالها هنعرف قد إيه التدخين بيأثر على جسم الإنسان. كان زمان في واحد بيدخن، وعلشان هو بيدخن ولقى زميله مش بيدخن، بدأ يعلم زميله التدخين. يعلمه إزاي؟ يديله سيجارة ويقول له خد، ما هي بياخدها ببلاش، يقول له مش عاوز أنا ما بدخنش، يقول له يا شيخ خليك راجل أمال، فيقوم يعرفه كأن التدخين ده للرجالة. فطبعا كل شاب عاوز يثبت إن هو راجل، فيقوم يتعلم منه التدخين، وهكذا. طب التدخين ده بيعمل إيه؟ طبعا إحنا عارفين إن التدخين من أول ما بيخش النفس في بيشفطوا البني آدم ياخد نفس كده من التدخين بتاعه بخلال بقه كده، أول حاجة أسنانه طبعا بتتغطى بطبقة سودة وتلاقيها مسوسة، وكمان بيخلي اللثة تلتهب. كمان التدخين بيعمل إيه بقى؟ بيعمل التهابات في النهايات العصبية للأنف، فبيؤدي إلى فقدان حاسة الشم اللي ربنا خلقها، وليها ميزة كويسة جدا عند البني آدمين. يعني الواحد ممكن يشم إن في حاجة اتحرقت على البوتاجاز فيقوم يجري عليها عشان يمنع إن الحاجة تتحرق أو يسبب أي حاجة، أو لا قدر الله غاز تتسرب أو في أي مشكلة ما. فربنا خلق لنا حاسة الشم. فطبعا حاسة الشم دي لما البني آدم يكون بيدخن بشراهة بتبدأ يفقدها حبة حبة. كمان بتسبب انسداد رئوي مزمن، وبتعمل انتفاخ في الرئة. كمان بتعمل التهاب في الشعب الهوائية، تعمل نقص في الأكسجين. طبعا نقص الأكسجين ده يأثر على المخ، يعمل ضيق في التنفس، يعمل زيادة في حدوث الجلطات والأزمات القلبية، وممكن يعمل سكتة دماغية. طبعا إلى ممكن إن الشخص ده يحصل له بعد فترة إضعاف في البصر. كمان عند الستات اللي بتدخن بتقل فرص الحمل، ولو حصل إن الست حصل لها حمل هتبص تلاقي إن الطفل بتاعها أصغر من الطبيعي. ده اللي هي مادة النيكوتين دي اللي موجودة في التدخين بتمسك في كرات الدم الحمراء، بتدخل كمان على الرئة زي ما قلنا، بتضعف الرئة، وبتخلي النفس. لو حد جاب يعني واحد بيدخن كده وراح جاب منديل وراح حطه قدام بقه، هيحصل إيه؟ هتلاقي المنديل يسود. ليه؟ لأن الرئة بتاعته أصلا بقت سودة. خلاص، الرئة دي هي أضعف جسم في البني آدم، أضعف من القلب وأضعف من أي حاجة، أضعف من الكلى، أضعف من أي حاجة. الرئة ضعيفة جدا. الرئة لما البني آدم يدخل لها النيكوتين بشكل جامد جدا، طبعا غير إنها بتسبب سرطان الرئة وسرطان المعدة وسرطان المثانة وسرطان الدم. اللي بيجيله جلطة طبعا بيوقف على طول التدخين، لأنه طبعا أكيد هيخش العناية المركزة وهيتقال له مفيش تدخين. طيب لما هو مفيش تدخين ويقدر يقف عن التدخين مدة كبيرة، طب ما توقفه. انتوا عارفين كمان يا ولاد إن التدخين بيعمل على الإدمان. يعني إيه؟ يعني بيخش في العمليات الحيوية بتاعة البني آدم. يعني هتبص تلاقي واحد بيشرب سجاير كتير، تبص تلاقيه ما يعرفش يخش حمام الصبح أول ما يقوم من النوم غير لما يولع سيجارة، لأن جسمه محتاج المادة دي اللي بتخليه يخش الحمام ويقضي حاجته. طيب هو أنا ليه أخلي نفسي عبد تحت سيطرة هذا المرتب اللي موجود في الإيه؟ في السيجارة، غير إن أنا كمان بضعف مادياتي، يعني بصرف فلوس على الفاضي، بضيع بيها صحتي، هتسائل بيها قدام ربنا عن صحتي، هتسائل بيها، هتسائل عليها. يبقى أنا هتسائل على الفلوس وهتسائل على الصحة وهتسائل على كل حاجة أنا صرفتها في إيه وعملت بيها إيه. يبقى أنا بصرف فلوس عشان أبهدل نفسي وفي نفس الوقت أغضب ربي. ده بقى ينفع يا ولاد؟ عايزين نقول لكل واحد بيدخن ربنا يهديك، وحاول تبعد عن التدخين عشان ربنا يرضى عنك، وعشان كل الأضرار اللي احنا قلناها ما توصلش جسمك، وتعيش في سلام وأمان. سلام عليكم.